السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا وصفة جميلة خالص يا جماعة، وأسهل أكلة ممكن تعمليها وتحضر بالظبط في 10 دقايق. هنشوي سمك ونطبخ شوية رز بسرعة، رز صيادية أو رز أبيض عادي خالص جميل. عندي سمك بقى، ده بتسموه روسي، بنسميه مكاريلي كده، مع شوية قمرة أو شوية حاجات المتلجات يعني. أنا بحب المتلجات على فكرة، أو بتكون حلوة لو هي جاية نظيفة وكويسة ودرجة أولى، بتبقى طعمها حلو بصراحة. عندي بقى، أنا مش هشوي خالص في فرن البوتاجاز، ولا هشوي في فرن الغاز، ولا فرن قش، ولا فرن صفيح، ولا أي حاجة. عندي دي صاجة أو صينية كده، تكون قديمة مستغنية عنها، أعملها للشوي مخصوص. عندي بحطها على العين الكبيرة اللي في النص، بس بص كده، ما تحطهاش مباشرة على الإيه، على الشبكة. شوف أنا عاملة إيه، مش البوتاجاز ليه 3 حتات كده، اللي هم الحديد الحوامل دي، حاطة واحدة فوق واحدة بالعكس كده، بحيث تبقى رافعة الصاجة عن البوتاجاز، عشان ما تسودش البوتاجاز. عشان في ناس تقول لي ممكن البوتاجاز بتاعها يبوظ ويتحرق، واقول لك لا، شغلي بقى الشفاط، حط الصاجه تسخن جدا، رش عليها رشه بس كده رشه كده بسيطه من الرده. طبعا الرده بتيجي من عند العطار بتاع العطاره، او بتاع البهارات، اللي هو مثلا الكمون، الشطه، الملح، الكلام ده، او واحد من اللي بيبيع الالاف بتاعه الطيور يعني. هتقولي رده كده من اللي هي رده ناعمه، تمام. كيلو رده ده بيفضل معاكي مده كبيره جدا. تاخدي شويه منه تحطهم في كيس كده، والباقي تحطيه في التلاجة عندك، في باب التلاجة، وتستخدميه كذا مرة. تمام. بغسل السمك كويس، وبقوم خليه يفك برضو من التلج بتاعه خالص يا جماعة، ضروري. وبعد كده عندي ايه، مش بنقع، بس بحسبه يفك خالص من التلج بتاعه. بغسله تحت الحنفية كده من الخياشيم، ما بفتحوش على فكرة، ولا بفتحه ولا بحشيه ولا اي حاجة خالص. بعد كده احطه على الصاجة عندي، اقلبه في الردة، واحطه على الصاجة لما يحمر من اتجاه، واسيبه بالماسك بالراحة كده، واقلبه الناحية التانية على العين الكبيرة يا جماعة، اللي في النص تكون نار شديدة. اجي عملت عندي خلطه كده، اللي اعملي اي خلطه انت بتحبيها بقى. انا بحط كمون، على كزبره، على شطه، على شويه فلفل اسمر، على ملح، بس معلقتين ملح كبار حلوين كده، بحب يكون حادق شويه. بضرب بقى طماطميه صغيره، شويه شبت او كزبره خضراء، يعني عود صغير، وكل حاجه كده. وعندي قرن فلفل بس اخضر، حبه سبايسي احط برضو، شويه توم بقشرهم برضو. عادي بحطهم في الكبة او في الخلاط بتاعي، مع شويه ميه صغيرين جدا، وبحطهم ياخدوا تكه كده. بعد عندي بيخش في مرحله السوا كويس كده، عندي خله بتاع السنان، او بتاع شيش طاووق، او بتاع اي حاجه. غزي بس اتاكدي من عند البطن كده ان هو استوى، لان بالذات المثلجات دي بتكون فيها نسبه دم شويه. تمام. بغزها كده، تطلع معايا الخله نضيفه كده، او اي حاجه بحيث تحس ان هي نضيفه خلاص، يبقى كده هو استوى. على فكره يا جماعه، شويه على البوتاجاز كده ما شاء الله بيبقى جميل، ريحته جميله وطعمه جميل، ومش بياخد، ما يكونش متعب كده زي الفرن، وتخافي لا يكون في دم من جوه، او كلام من الكلام ده. طيب، والبوري احلى واحلى، البلط الكبير اجمل ما شاء الله. كل انواع الاسماك اعمليها كده وعلى مسؤوليتي. وطبعا الصاجه دي احنا مخصصينها لشوي الاسماك بس. تمام. تمام. في ناس ممكن تشويها عندك بزيت وليمون، تحط بس زيت، ترشرشه بالزيت كده، وتشويه برده من غير رده، برده بيبقى جميل، بس الرده بتعمله مذاق تاني خالص كده. خلصت الشوي بتاعي، ممكن تعملي 20 كيلو بنفس الطريقه دي، تطلعي وتحطي مكانه. انا عملت بس بالمعلقه كده بس، الحاجات اللي بحطها عليه، اللي هي بنسميها الحدقه، او بنسميها الحاجات اللي بنطعم بها السمك دي، كنت وانا بشوي بحط عليه شنشاء خفيف كده بس، يطعمه كمان، او تعصروا ليمون عليه وبالشوي بيبقى جميل كمان. بدأت عندي، بص بقى الخلطة بتاعتي اهي، طلعته بقى على طبق، بحطها عليه من فوق خفيف كده. طب انا ممكن، في ناس تزود المية على الحدق ده، وتنزله في المية بتاعته دي، وبعد كده عندي تصفي تاني منها، وتقدمه بقى تحته كده رشة شبت او كزبرة، بألف هنا وشفا. ولو الوصفة بتاعتي عجبتكم، ودعمونا يا جماعة باللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة، عشان نستمر معاكم في فيديوهاتنا بإذن الله. مع ألف سلامة، أشوفكم في وصفات تانية جديدة.